يا صباح الفل والجمال عليكم. تابعت الصورة اللي نزلها محمد صلاح مع زوجته وبناته ربنا يحفظهم يا رب مع الممثل الأمريكي ويل فيرل، وتابعت كم الشتيمة والتجاوز وقلة الأدب اللي حصلت على الصورة دي تجاه محمد صلاح وأهل بيته. والحقيقة إن الموضوع يضايق بزيادة. ليه؟ انا بحب دايما افترض حسن النيه، وانا هنا مش بتكلم من زاويه ان انا مثلا رجل دين ولا حاجه، انا بتكلم كبني ادم طبيعي بشوف الموضوع. فبشوف انه لو انا بفترض حسن النيه ان اللي بعت لمحمد صلاح عايز يشوف محمد صلاح افضل، عايز يشوفه احسن، ودي نيته الصادقه اللي هو فعلا عايز يوصل لها، فاكيد مش ده الاسلوب ولا دي الطريقه. اساس النصيحه ان هي تكون بشكل مهذب وبمفردات محترمه وجميله، تعين اللي قدامك وتشجعه وتساعده انه يعمل حاجه كويسه، مش تحبطه وتقلل منه وتهينه على مرأى ومسمع من الجميع. ده حتى يتقال ان النصيحه على الملأ فضيحه. انا لما اجي انصح واحد صاحبي انا بحبه، ابن خالتي، ابن عمتي، صديقي، اخويا، باجي بيني وما بينه وبختار الفاظي وبقول له كلام يشجعه وكلام يساعده انه يبقى احسن، مش احبطه وهينه وهين اهل بيته. لا، ده مش من الدين ولا حتى من اعرافنا تقاليدنا في شيء. ده لو انا فعلا نيتي وقصدي ان انا عايز اشوفه احسن. كمان ونقطة مهمة جدا، احنا بنتكلم مع واحد غير صورة العالم تجاهنا كعرب او كمسلمين، واحد رفع اسم مصر وعمل حاجات ما كانش اي حد فينا يتخيل ان ممكن حد يحقق ربعها. وفي الاول وفي الاخر يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا، اي حد فينا، اي حد كائنا من كان بيشتغل بقى في عمل عام، عمل غير عام، مشهور مش مشهور، هو لولا غطاء الستر من ربنا سبحانه وتعالى محدش يبص في وشه. احنا كلنا بنصيب ونخطئ، مفيش حد كامل، وكلنا بنجتهد عشان نبقى افضل او نبقى احسن. بتحتاج اعانه من الناس بالشكل الحسن، الشكل الطيب، ان الناس تدعي لك، ان الناس تعينك بالنصيحه، بس النصيحه الصادقه اللي بشكل جميل وبشكل محترم تخليك تبقى افضل. لكن تخيل كده واقع الكلام ده على صلاح عامل ازاي لو انت فعلا نيتك الصادقه ان انت تنصحه. واقع عليه ايه؟ واقع على مراته، على بناته. فاحنا لازم نكون احنا اللي في ظهره بنعينه، حتى واحنا لو عايزين ننتقده بالشكل الحسن، الشكل البسيط، الشكل المحترم. ومش بتكلم على الموقف ده، انا بتكلم بشكل عام، لان انا في المواقف اللي شبه كده انا احكم ليه على حد اساسا واتدخل ليه في شؤون خاصه بتاعت حد؟ كل واحد يعمل اللي هو عايزه، انا مش في حكم، ولا ديننا حتى قال ان انا اقعد احكم على الناس وانظر عليهم وانت يا ابني اعمل كذا وانت يا سيدي تعمل. لا، مفيش حاجه اسمها كده. فمحمد صلاح ده واحد من اهم مصادر القوى الناعمه في الدوله المصريه، ندعي له ان ربنا يكرمه ويثبته ويفضل رافع راسنا وفوق دماغنا طول الوقت. واحد من اهم الحاجات والرموز اللي احنا بنتشرف وبنفتخر بيها.